فيلمنا النهاردة بيبدأ باتنين صيادين بيصطادوا في مركب في نص البحر. واحد فيهم بيقترح على التاني انهم يروحوا مكان معين يصطادوا فيه، لكن التاني بيرفض بسبب خوفه لان المكان ده بيتقال عليه انه مش تمام وخطر. لكن صاحبه بيرد عليه وبيقوله ان دي مجرد خرافات بيقولوها علشان يبعدوهم عن اماكن الصيد المميزة. وفي الوقت ده بيظهر وحش تحت المية وبيحاول يسرق حاجات من المركب بتاعتهم، لكن لما بيشوفوه بيحاول يهرب منهم وبيدخل جوه الشبكة بتاعتهم، لكن بيقدر يفلت منها تاني بسهولة. وبيظهر بعدها ان الوحش ده هو بطل فيلمنا اللي اسمه لوكا. يرجع لوكا وبيقعد مع اهله وبيبدأ يسألهم عن البشر اللي عايشين فوق الارض، لكن جدته بترد عليه وبتقوله ان هم اسمهم الوحوش الارضية، بس بتقاطعهم مامة لوكا وبتقول لهم يبطلوا كلام في الموضوع ده، وبتزعق للوكا وبتقوله ان الفضول بيقتل وان السمكة اللي عندها فضول بيكون سهل اصطيادها. وفي الوقت اللي بيكون فيه لوكا بيتفرج على حاجات تخص البشر لقاها تحت المية، بيفاجأ بحد وراه ولابس بدلة غطس فبيتخض جدا، بس بيكتشف لوكا انه مش انسان وانه وحش بحري زيه. بيجمع الحاجات اللي تخص البشر وبيمشي، فبيعوم ورا لوكا لحد ما بيلاقيه خرج بره المية. وفي الوقت ده بيشدوا الوحش البحري وبيطلعوا بره المية هو كمان. وبيتفاجئ لوكا لما بيلاقي نفسه اتحول لبشري عادي جدا، وان الوحش البحري اللي شافه اتحول لبشري هو كمان. بس لوكا من خوفه بيرجع جوه المية تاني، وبيفضل يحاول كذا مرة انه يطلع برا المية لكن بيفضل خايف. لكن الوحش البحري ده بيشجعه انه يطلع برا المية ويجرب، وبيبدأ يعلمه ازاي يقدر يمشي ويقف على رجليه. وبعد محاولات كتيرة بينجح لوكا فعلا انه يستخدم رجليه ويمشي عليها. وبيعرفه الوحش البحري بنفسه وبيقوله ان اسمه ألبرتو، وبيبدأ يعرفه بكل الحاجات الجميلة اللي موجودة حواليه. وبيطلع لوكا مع ألبرتو لبيته وبيتفاجئ جدا من الحاجات اللي هو شايفها، وبيشوف صورة على الحيطة فبيسأل ألبرتو عليها وبيقوله إن اسمها فيسبا، وإنها من أعظم الاختراعات اللي على وجه الأرض، وإنها تقدر تاخده لأي مكان هو عايزه. فبيتفقوا إن هما يعملوا واحدة ويجربوها، وبعد ما بيعملوها فعلا بيرجع لوكا تاني للمية وبيقوله إنه هيجيله تاني يوم عشان يجربوها سوا. وبيرجع لوكا على البيت لكن مامته بتقفشه وبتسأله عن سبب تأخيره، فبيتلخبط جدا وما بيبقاش عارف يرد. لكن جدته بتلحقه وبتقولها انها بعتته يجيب لها حاجات، فبيشكرها انها انقذته من الموقف ده. وتاني يوم الصبح بيروح لوكا لألبرتو عشان يجربوا الفيسبا اللي هم عملوها، لكن لوكا بيكون خايف جدا من تجربة الفيسبا، لكن ألبرتو بيقوله انه لازم يجمد قلبه ويبقى شجاع شوية. وبيبدأ ألبرتو يجرب الفيسبا فعلا وبيقول للوكا انها ممتعة جدا رغم انها اتكسرت منه، فبيبدأوا يعملوا واحدة جديدة علشان يرجعوا يجربوها تاني هما الاتنين. وبعد ما بيعملوا واحدة جديدة بيقول ألبرتو للوكا ان هما لازم يجربوها المرة دي سوا، وبيجربوها فعلا وبيطيروا في السما في وسط الطيور، لكن بعدها بيقعوا في المية تاني. وبالليل بيقعدوا سوا يتفرجوا على النجوم، فبيسأل لوكا ألبرتو عن الحاجات اللي موجودة في السما، فبيقوله ألبرتو إن ده عبارة عن سمك صغير موجود في السما وبتحميه السمكة الكبيرة اللي موجودة، وإنه لمسها بإيده قبل كده. بينبهر لوكا جدا وبيقول لألبرتو إنه حياته رائعة جدا، وإنه هو عمره ما راح في أي مكان وإنه بيحلم بالأماكن بس. فبيسأله عن القرية البشرية وإذا كان راحها قبل كده ولا لأ، لكن ألبرتو بيقوله إنه عمره ما راح لكن بابا كان بيحكيله عنها. وبينام لوكا وبيحلم إنه هو كمان طلع السما ولمس السمكة الكبيرة. ولما بيرجع لوكا على البيت بتقفشه مامته تاني وبتواجهه بالمنبه وورقة الكوتشينة، وبيطلب منه بابا انه يوعدهم انه عمره ما يطلع للسطح تاني. لكن مامته بتقوله انها هتبعته مع عمه القاع المحيط كعقاب ليه، وانه هيقعد هناك موسمين كاملين. فبيتضايق لوكا جدا وما بيبقاش عاجبه اللي بيحصل. بيمشي ويسيبهم وبيروح لصاحبه ألبرتو وبيحكي له اللي حصل، وألبرتو بيقترح عليه ان هما يروحوا هما الاتنين يعيشوا في مدينة البشر، وان هناك بابا ومامته مش هيعرفوا يلاقوه تاني. وبيكمل ألبرتو بيقول له انه هناك هيبقى عندهم الفيسبا اللي هو نفسه فيها، لكن لوكا بيخاف، لكن ألبرتو بيفضل يشجعه وبيقول له انه هيبقى معاه وان هم هيخوضوا التجربة سوا. واول ما بيوصلوا المدينة بيتفرج لوكا على كل حاجة حواليه وبيبقى منبهر جدا، لكن بيبدأ يشوف صور لصيادين سمك فبيخاف وبيقول لألبرتو ان المكان ده مش امان وان هم لازم يمشوا. لكن في الوقت ده بيشوفوا هما الاتنين فيسبا شكلها رائع فبينبهروا بيها جدا وبتاخد انتباههم، وبيطلب منهم ولد صغير ان هم يحدفوا له الكوره تاني، فلما بيشوطها لوكا بيخبطها في الفيسبا بتاعه الراجل ده. وبيقرب منهم صاحب الفيسبا وبيعرفهم بنفسه وبيقول لهم ان اسمه أركولي، وبيفضل يتريق على لبسهم. وفجأة بتظهر بنت راكبة عجلة وبيبدأ الشخص ده يقول عليها انها فاشلة، وده لانها انسحبت من المسابقة، لكن هي بتقوله ان المرة الجاية هي اللي هتكسب المسابقة، وبتاخد لوكا وألبرتو معاها وبتمشي. وفي الوقت ده بيظهر ضباط الشرطة وهما بيتكلموا على جرائم حصلت في المدينة وعلى وحوش البحر والمكافأة اللي هياخدها اللي هيقدر يصطادهم.
وبتعرف البنت نفسها لوكا والبرتو، بتقول لهم ان اسمها جوليا. وفي الوقت ده لوكا بيقول لالبرتو ان هما لازم يشتركوا في المسابقه علشان يقدروا يجيبوا فسبه زي الراجل المزعج اللي شافوه من شويه. فبيروحوا ورا جوليا ويسالوها اذا شاركنا في المسابقه هناخد فسبه ولا لا، فبتقول لهم لا، بس هتاخدوا فلوس تقدروا تشتروا بيها الفسبه. لكن جوليا بتقول لهم ان محدش هيقدر يكسب اركولي غيرها هي، وعلشان كده هم محتاجين فريق. فبيطلبوا منها انها تنضم للفريق بتاعهم وهي بتوافق. وبتقول لهم ان المسابقه صعبه جدا وان مش سهله اي حد يعديها، وانها عباره عن ركوب عجل وسباحه واكل مكرونه. وبتبدا تدربهم وتوزع الادوار، وبتقول ان هي اللي هتعوم، وبتقول لالبرتو ان هو اللي هيركب العجله، اما لوكا فهو اللي هياكل المكرونه. وبيتفقوا مع بعض، وبتقول لهم ان هم كده محتاجين فلوس عشان يقدروا يشتركوا في المسابقه. وبتاخد جوليا لوكا والبرتو وبتروح لباباها، لكن لما بيشوفوه بيقطع السمك بيخافوا منه جدا. وبيبدا يتكلم عن وحوش البحر، لكن جوليا بتقوله انها مش مقتنعه ان ده حقيقي وان دي مجرد خرافات. وبيبدا يسالها عن لوكا والبرتو، فبتقوله ان هما الاتنين صحابها وان هما جايين معاها علشان يشتركوا في المسابقه. لكن هو بيقول لها ان هما مش هيقدروا يشتركوا في المسابقه المره دي لان مفيش فلوس، وعلشان يقدروا يجيبوا فلوس محتاجين يبيعوا سمك اكتر. فبيعرض عليه البرتو ان هم يساعدوه، ده لانهم عارفين اماكن مميزه للصيد. وبيطلع ابو وام لوكا بره الميه علشان يدوروا عليه، فبيتحولوا هم كمان لبشريين. وبتروح جوليا توصل طلبات، وابوها ولوكا والبرتو بيروحوا علشان يصطادوا. والبرتو بيقترح عليه مكان تاني للصيد، وبيقوله ان المكان اللي هم فيه ده ما فيهوش سمك كتير، لكن هو عارف مكان تاني فيه سمك اكتر بكتير. وبيوديه فعلا وبيصطادوا سمك كتير جدا. وبيفضل اهل لوكا يدوروا عليه في المدينة. بعدها بيروح لوكا والبرتو وجوليا علشان يقدموا في المسابقة. وفي نفس الوقت بتفضل مامة لوكا ترش مية على كل طفل بتشوفه عشان تتأكد اذا كان ابنها ولا لا. وفي الوقت ده بيسمع لوكا صوت مامته، فبيقدر يتعرف عليها وبيخاف جدا فبيستخبى. وبيحكي لألبرتو ان اهله موجودين في المدينة، لكن ألبرتو بيطمنه وبيقوله ان هم استحالة يقدروا يلاقوه هنا. وبيقعد لوكا وجوليا يتكلموا، فبتسأله جوليا هو ليه عايز يجيب فسبة. فبيقول لها انه عايز يروح بيها كل مكان مع ألبرتو علشان يقدروا يشوفوا السمك الصغير اللي موجود في السماء. بس بتعرفه جوليا ان دي مش اسماك صغيرة وانها نجوم، وبتوديه يشوف النجوم بالتلسكوب في السماء. وبتبدأ جوليا تشرح للوكا عن المجرات والمجموعة الشمسية. فبيطلب منها لوكا انه يستعير الكتاب بتاعها، لكن هي بتشطب على اسمها وبتكتب اسمه وبتقوله اعتبره بتاعك. وفي الوقت ده بينده ألبرتو على لوكا وبياخده. وبيبدأ لوكا يقوله ان اللي في السما دي مش اسماك صغيرة ولا حاجة، وان اسمها نجوم، وان هو كان غلطان. لكن ألبرتو بياخده علشان يوريله الفسبة اللي هم عايزين يشتروها. ولوكا بيقوله ان هو عايز يدخل المدرسة بتاعت جوليا عشان يتعلم زيها. لكن ألبرتو بيتضايق منه وبيقوله ان هم مش عايزين مدرسة ولا حاجة، ان كل اللي هم عايزينه ان هم يكونوا أحرار. وفي يوم بتشوفه مامته وهو راكب مع جوليا والبرتو على العجلة وبتتعرف عليه، لكن هو بيهرب منها بسرعة. وبيشوف قطر، فبيسأل جوليا اذا كان القطر ده بيروح عند مدرستها ولا لا، فبتقوله اه. فبيسألها اذا كانت مدرسته متاحة لكل الناس ولا لا، فبتقوله اه بس بفلوس. وبيغير البرتو من جوليا، فبياخد لوكا على العجلة ويجروا بيها بسرعة لحد ما بيقعوا في المية. بيتخانق البرتو مع لوكا وبيقوله ان المدينة دي جننته، لكن لوكا بيقوله ان هو عايز يدخل المدرسة زي جوليا. لكن البرتو بيقوله ان استحالة يقدر يدخل المدرسة، وده لانه وحش بحر. وبيفضلوا يتخانقوا هما الاتنين ويضربوا بعض. وفي الوقت ده بتيجي جوليا وبيقول لها لوكا ان هو عايز يدخل مدرستها، فبتقوله جوليا ان دي فكرة مدهشة. لكن البرتو بيتضايق وبيقول لها انه ما يقدرش يدخل المدرسة، وده لانه وحش. وبينزل في المية وبيبدأ يوريها حقيقته، فبتتخض منه جوليا جدا وبتخاف. بس في الوقت ده بيظهر كمان أركولي وبيحاول يصطاد ألبرتو، لكن هو بيقدر يهرب منهم. وبترجع جوليا ولوكا تاني على البيت، فبيسأل باباها على ألبرتو، لكن لوكا بيقوله ان هو مشي ومش هيرجع تاني. لكن هو بيقول لهم ان هو هيروح يدور عليه. وبتطلق جوليا المية على لوكا علشان تتأكد اذا كان هو كمان وحش بحر ولا لأ، وبتلاقيه فعلا وحش بحر. فبتطلب منه انه يهرب بسرعة قبل ما اي حد يصطاده. وبيرجع لبيت ألبرتو، فبيلاقيه قاعد لوحده، فبيعتذر له، لكن ألبرتو ما بيقبلش اعتذاره. وبيلاقي لوكا علامات كتيرة على الحيطة، فبيسأل ألبرتو عنها، فبيقوله انه بقاله كتير عايش لوحده من بعد ما باباه سابه. وبيروح لوكا وبيقرر انه ينفصل عن الفريق علشان يقدر يشارك في المسابقة لوحده ويجيب الفسبة ويصالح ألبرتو. وبيستعد لفقرة السباحة، فبيلبس البدلة اللي كان لابسها ألبرتو علشان تحميه من المية. لما بيخلص مرحلة أكل المكرونة بينتقل لمرحلة ركوب العجل. في الوقت ده بيحاول أركولي انه يغلس على جوليا، لكن لوكا بيجي وبيسبقه. لكن الدنيا بتمطر، فبيستخبى لوكا تحت تندة علشان المية ما تجيش عليه. وبيلاقي ألبرتو جاي ومعاه شمسية، لكن أركولي بيزقه وبيوقعه على الأرض، فبتقع الشمسية وبتيجي على المية وبيظهر شكله الحقيقي. وبيقع ألبرتو في شبكة الصيادين، لكن بيجي لوكا بسرعة وبياخده من على الأرض ويهرب بيه. بس أركولي بيجري وراهم علشان عايز يصطادهم. وفي الوقت ده بتجري وراهم جوليا هي كمان، وبتخبط في أركولي علشان يبعد عنهم. فبتقع هي كمان على الأرض وبتتعور. فبيقرر لوكا وألبرتو ان هما ينزلوا علشان يطمنوا عليها.
فبيتجمع حواليهم الناس علشان يصطادوهم. بس كده، لو عايزين تعرفوا نهاية الفيلم اتفرجوا عليه واكتبولي في الكومنتس عجبكم ولا لا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس.